العواف. طبعا انا غبت عنكم شويه بس قلت والله لاجيلكم. النهارده طبعا هنتكلم في حوار كبير ومثير ومنحوت. هنتكلم النهارده على ام الشلاتيت. طبعا حد هيقول لي ايه ام الشلاتيت ده يا عم، انت جاي تفتح مصمت؟ لا، ام الشلاتيت دي كونيا عن حاجه كده مشلتته هنتكلم عليها بالظبط كده. الفنانه رانيا يوسف. اصلا كنت قاعد من كام يوم ولا اقول لك انا لازم ابدا الحلقه دي عشان دي حلقه مثيره وجميله وطويله التيله. اصل انا مش هسكت، فيلا بينا نبدا الحلقه. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. مبدئيا كده صلي على النبي، اشترك في القناه، فعل الجرس، تابعني وتعالى بقى عشان احكي لك حكايه كبيره قوي. كنت قاعد كده يا حبيبي من كام يوم لا بيا ولا عليا على الفيسبوك بقلب في الريلز دي، فلقيت لك ريلز كده ايه للفنانه الجميله رانيا يوسف. انا بصراحه مش عارف افهم دماغ الفنانه رانيا يوسف، انت ليه على طول كده مالتي مليونير؟ انا نفسي افهم حاجه، هي يعني اللي بيخليك تشيري؟ اه يا عم هو ده اللي بيخليك تشيري. انا هكدب على نفسي؟ هو انا فاكر حاجه لرانيا يوسف مميزه في التمثيل؟ والله ما فاكر، بالرغم ان انا المفروض اشتغلت معاها في حاجه، بس انا مش فاكر لها حاجه ان هي كانت طالعه فيها جامده قوي او هي اصلا ممثله قويه. فبالتالي ده بايه بقى؟ بالحاجات المالت اللي احنا شايفينها دي. يا جدعان يا جدعان هو ده ينفع؟ يا جدعان الناس مش قادره تميز لرانيا يوسف دور جامد معلم معاها. الناس كلها عارفه رانيا يوسف ان هي فنانه الفستان العريان، اللي هو ايه بقى؟ ان اي مناسبه وفيها فستان لازم يكون عريان ولابساه رانيا يوسف. طب ده ينفع؟ نرجع بقى لحوارنا. انا قاعد على الفيسبوك بتفرج على الفيديوهات عادي جدا زي اي حد، لقيت ايه؟ فيديو للاستاذه رانيا يوسف. بتعمل ايه في الفيديو؟ ادفرتايزنج دي يعني اعلان عشان محدش ايه يفهمها غلط. بتعمل اعلان لمكان عندها في دبي، فبتقول ايه بقى؟ امسك العقل بس قبل ما اقول عشان خاطر تخلي بالك عشان اللي جاي جديد. فبتقول ايه بقى يا سيدي في الفيديو؟ انا مستنيه كل اصحابي وصحباتي في المكان بتاعي الموجود في الحته الفلانيه في دبي عشان نتعرف على بعض ونرقص مع بعض ونتعشى مع بعض ونحكي مع بعض. طب وبعد كده ايه اللي يحصل يا استاذه رانيا بعد التعارف والاكل والشرب والرقص واللازم منه؟ ايه بقى اللي هيحصل؟ كان نفسي اعرف ايه اللي هيحصل. طب خديني معاكي عشان اعرف ايه اللي هيحصل، عشان ما اشكش فيكي. اصل انا بصراحه من شبرا واي كلام ما بيجيش على هوايا باخده سكه شمال. اصل ما تقنعنيش ان انت بتتكلمي ان انت يعني هتبيعوا سبح او هتتكلموا في الاقتصاد الدولي او هتحلوا مشاكل الاسره. لا، في حوار هيحصل. فدي اسمها ايه؟ اقول ولا بلاش عشان ما يبقاش عيب؟ حاجه كده معلبه. وبصراحه الفيديو كله فساد، وبصراحه الفيديو ما عجبنيش. بصراحه الفيديو انا اتضايقت منه وقمت قال ايه لا مؤاخذه الحاجه اللي مش نظيفه دي. هي بتقول ايه؟ انت دايما مثيره للجدل ليه؟ انت دايما بتعملي حاجات مقرفه قوي كده ليه؟ انا بصراحه وانا كنت بتفرج على الفيديو كنت في شغلي، فقلت بس اخلص شغلي وبعد كده اعمل له سيف عشان انزله لكم تشوفوه صوت وصوره. قامت هي في كسم الثانيه شالته. بقيت انا متضايق قوي ان هي شالت الفيديو، كان يبقى دليل قاطع ومرئي على ان هي بتنشر الفساد. فدي قصه انا عايز اتكلم فيها يا استاذه رانيا. يا استاذه رانيا حضرتك احنا ما نعرفش وشك، احنا نعرف مؤخرتك. انا اسف لكل اخواتي البنات اللي بيتفرجوا او لكل المحترمين اللي بيتفرجوا، بس هي حاجه مستفزه. انت ما بتعرفيش تمثلي والله العظيم. ما عندك ب 50 قرش قبول اللي هو في ايه في المهنه بتاعتكم بتقولوا ايه عليه؟ ايه؟ ابيليتي او كاريزما. مفيش، انت ابيض يا ورد. فما بتعرفيش تمثلي فبتعوضي ده بالشو العريان اللي انت بتقدميه. والله العظيم ما بتعرفي تمثلي. وحد يقول لي ان في دور معلم معاه قوي لرانيا يوسف، انا مش فاكر لها اي حاجه. انا بصراحه كل اللي فاكره لها فساتينها عريانه من قدام ومن ورا من فوق لا من تحت. رانيا يوسف بالنسبه لي بصراحه عباره عن موديل كده بتلبس فساتين عريانه بتوريها لنا، لكن هي مؤثره معايا كسينمائيا او دراميا والله العظيم يعني الحمد لله رب العالمين مش فاكر لها اي حاجه باي حاجه. بس هنا يبقى السؤال المهم اللي انا بوجهه للدكتور اشرف زكي. ازيك يا دكتور عامل ايه؟ طبعا دكتور اشرف زكي كان في قريب بيني وبينه مشكله، والراجل وصل لاحد زمايلي ان هو زعلان مني ان انا بهاجمه او ان انا فيما معناه، بس هو ما قالش كده ان انا مثلا راجل ايه هجومي او ان انا راجل ايه بتكلم على الفاضي. طب يا دكتور اشرف يا راجل يا محترم، الست اللي اسمها رانيا يوسف دي عضوه عندك في النقابه يا نقيب المهن التمثيليه. بعد اذنك الفيديو ده انتشر وناس عرفت بيه وناس علمت بيه، مش هقول لك بقى ان انا ايه بقول كلام متفبرك.
وانت اكيد عرفت بيه. ايه الاجراء اللي انت هتاخده مع ممثله عندك نقابيه؟ المفروض ان دي ممثله تحديدك انت كنقيب المهن التمثيليه، المفروض تاخد معاها اجراء. فدي رساله لسياده نقيب المهن التمثيليه دكتور اشرف زكي. دي ممثله عندك نقابيه تحت ايدك، ظهر لها فيديو بينشر الفسق والكلام اللي لا مؤاخذه مش عايز اتكلم فيه. فايه دورك؟ مش المفروض هتجيبها وتقول لها ايه اللي انت بتقوليه ده؟ صحوبيه ايه وتعارف ايه وعشاء ايه ورقص ايه اللي هنعمله، وبتصدري للي بره ان صورتنا كمصريين صوره خليعه كده؟ بعد اذنك يا دكتور اشرف، يا اللي انت زعلان مني، انا النهارده ما بهاجمكش اهو، انا بلفت نظرك على اجراء قانوني المفروض تاخده، والمفروض اصلا توقفها الفتره دي عن العمل عشان سيزون رمضان، طبعا توقفها لغايه ما تحقق معاها. ده اجراء قانوني والمفروض كلنا نحترمه. فبعد اذنك يا دكتور اشرف شوف لنا الحوار ده. وكده المفروض انا خلصت كلامي، وبما ان انا بهاجم الناس اللي في الفن اللي هم لا مؤاخذه مش عاجبني، تبقى الرساله وصلت ووصلت بالظبط اللي انا عايز اقوله. انا راجل فنان وبحب الفن، بس اي حاجه بره الفن او شمال مش هسكت عليها. فانت يا عم الحلو، يا اللي بتشوفني انت يا جميل، يا اللي معجب قوي برانيا يوسف، اشترك بقى في القناه، فعل الجرس، تابعني واستناني عشان انا قاعد لهم مش ههمت. سلام عليكم.